الراجل رسم على جسمه بلوفر عشان يضحك على مراته ويخليها تصدق إنه استلم اللي هي بعته. بس مراته حست إن البلوفر شكله ضيق شوية، طلبت منه يقف ويلف حوالي نفسه، ولما رفض يقوم مراته بدأت تقلق. فجأة الراجل اتجمد، مهما نادته ما كانش بيرد خالص. ساعتها بس فهمت إن إشارة الشبكة كانت وحشة، فقفلت المكالمة. في الحقيقة الرسمة اللي على ظهر البلوفر ما كانتش خلصت لسه. بعد شوية مراته حست إن في حاجة مش مظبوطة، فكلمته فيديو تاني. فجأة باروكة وقعت على وشه. مراته خدت بالها فوراً إن في حاجة غريبة وكانت لسه هتسأله، بس الراجل اتجمد تاني واقف من غير أي حركة، وأهل البلد اللي وراه كمان كانوا حابسين نفسهم. مراته افتكرت إن النت فاصل تاني، فلفت في البيت تدور على شبكة، وبعد محاولات كتير من غير فايدة قفلت المكالمة. ساعتها بس الكل قدر يتنفس الصعداء. طلع إن الزوج كان كذاب على مراته وقال لها إنه بيدرس فنون في مدينة كبيرة، لكن الحقيقة إنه كان بيشتغل مدرس في قرية جبلية بعيدة. كل مرة مراته تكلمه كان بيمثل إنه واقف عند معلم مشهور في المدينة ومعتمد اعتماد كامل على أهل القرية إنهم يغطوا عليه. لكن في يوم وهي بتزور منتجع جديد اتفتح قريب، مراته لمحت لوحة إعلانات عند مدخل القرية وكانت متغطية بحاجة. الفضول خلاها تشيل الغطا، واتصدمت لما شافت صورة جوزها متعلقة عليها. وقفت مكانها مش قادرة تتحرك، وبعدها راحت على طول على مكان شغل جوزها. أهل القرية اتخضوا لما شافوها ظهرت فجأة. واحد لبس باروكة بسرعة عشان يتخفى، وواحد تاني حاول يبعت رسالة سرا للزوج، بس مراته مسكته في ساعتها وهي بتبص حواليها كانت مش مصدقة اللي شايفاه. المشهد كله ده كان تمثيلية متتقنة عاملها جوزها.